تعالوا يا أمهات نتكلم النهاردة عن حاجة يمكن إحنا محتاجين نرجع نعملها من أول وجديد، إننا نعرف ولادنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش بس نقول لهم إن ده رسول الله وخلاص، لا، نحكي لهم مين هو، كان شكله إزاي، وكان بيتعامل إزاي، وكان بيحب الأطفال إزاي، وكان رحيم إزاي، وكان بيزعل إزاي، وبيسامح إزاي، وعبادته لربنا كانت عاملة برضه إزاي. لأن الطفل لما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه طبيعي جدا يبدأ يسأل هو كان بيعمل إيه وكان بيقول إيه. طب أنا أعمل زيه إزاي؟ ودي التربية اللي إحنا محتاجينها. وربيع الأول بالنسبة لنا فرصة جميلة جدا إننا نفتكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونفتح سيرته في بيوتنا. لكن هنا لازم نفرق بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وبين إننا نربط حب النبي بمظهر معين أو حاجة لازم نشتريها. يعني أنا لو اشتريت لولادي حلويات أو لعب أو عملت لهم حاجة كويسة في ربيع الأول أقول لهم دي مناسبة نفتكر فيها نبينا ونفرح بسيرته، بس مفيش مشكلة إن الطفل يفرح بالحاجة الجميلة، لكن الأهم إن الفرحة ما تقفش عند الحلويات والعرايس والزينة. لأن أخطر حاجة إن ابني يطلع فاكر إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلوى ومظاهر وبس، وما نعرفش إن إحنا نعرفه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وده الأهم. أنا عايزاه يعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان اللي ربنا اختاره يكون رحمة للعالمين، وإني أعظم حاجة أقدمها لولادي في المناسبة دي إني أقربهم من سيرته وأعلمهم أخلاقه. أما مسألة الاحتفال بالمولد وصورته الشرعية فهي مسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، فمش صح إننا نحولها لمعركة بين الناس، ولا إننا نخلي الطفل يكره حد عشان رأيه في المسألة. الأهم إننا نعلم ولادنا حب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته واتباع سنته. ولو الأم اختارت في ربيع الأول إنها تصوم تطوعا أو تقصر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرأ في سيرته أو تعمل لولادها جلسة تحكي لهم فيها عنه، فدي كلها فرص عظيمة للتقرب إلى الله. تعليم الولاد. طب إمتى أبدأ أحكي لابني عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن هو صغير جدا، ما تقوليش لسه مش هيفهم. الطفل الصغير مش لازم يفهم كل تفاصيل السيرة، لكن لازم يسمع اسم النبي بحب. قولي له تعرف مين حبيبنا؟ ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيحب الأطفال وكان رحيم بيهم. النبي كان بيقول لنا إن احنا نكون صادقين، ومن كل السنن ومن كل سن نزود الحكاية شوية. يعني في سن الطفولة المبكرة نحكي لهم مواقف بسيطة والرحمة والحب. لما يكبر شوية نبتدي نحكي له عن مولده وعن نشأته وعن صدقه وأمانته وعن نزول الوحي والهجرة والغزوات ومواقفه مع أصحابه وأهله وأطفاله. وفي سن أكبر نبدأ ندخل في تفاصيل أكتر ونعلمه إن السيرة مش مجرد قصة بنسمعها، السيرة منهج حياة. يعني إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان صادق. لما بنتي تتخانق مع أختها أقول لها طب تعالي نشوف النبي كان بيتصرف إزاي وكان بيتعامل مع الناس إزاي. لما ابني يشوف حد ضعيف أو صغير أعلمه الرحمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالضعفاء. لما بنتي تزعل مع صاحبتها أعلمها التسامح والعفو. وهنا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في حياة أولادنا مش كمعلومة في كتاب الدين، لكن كقدوة حقيقية. وأنا نفسي وأتمنى من كل أم في ربيع الأول تعمل حاجة ولو بسيطة جدا، تقعد مع أولادها كل يوم 10 دقايق من غير موبايلات ولا تليفونات ولا تلفزيونات. تعالوا النهاردة أحكي لكم حكاية عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحكي لهم موقف واحد بس، وبعد الحكاية اسأليهم إيه أكتر حاجة عجبتهم في النبي. طب لو كانوا مكانه كان هيتصرفوا إزاي؟ إحنا نقدر نعمل إيه من أخلاقه النهاردة؟ وهتتفاجأ إن الطفل اللي كان فاكر من السيرة حاجة قديمة ومملة بدأ يستنى منك الحكاية كل يوم. يا أمهات، إحنا مش محتاجين أولادنا يعرفوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم بس، إحنا محتاجينهم يحبوه، ولما يحبوه هنعلمهم يقتدوا بيه، ولما يقتدوا بيه هنكون زرعنا فيهم حاجة هتفضل معاهم العمر كله. فلو ربيع الأول دخل علينا ما تخلوش المناسبة دي تعدي بحلويات وزينة بس، خلوا في بيوتنا صوت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احكوا لهم عن رحمته وصدقه وأمانته وصبره ورحمته بالأطفال وحبه لأمته. وقولوا لأولادكم
احنا بنحب محمد صلى الله عليه وسلم، وعشان بنحبه عايزين نتعلم نعيش زي ما كان بيحب لنا ان احنا نعيش. وده يمكن يكون اجمل شيء نقدر نقدمه لاولادنا في ربيع الاول.